أتذكر من أسبوعين كده كان إنجيل القداس عن اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم. فجت في بالي كلمة اصنعوا لكم أصدقاء من وقت الظلم. وقت الظلم؟ الوقت اللي بنقعد فيه على الموبايل. ما الوقت ده بدل ما نقعد فيه على الموبايل نقدر نعمل فيه صلوات ونعمل فيه تأملات ونعمل فيه قعدات مع ربنا. الوقت الضايع وقت ظلم. الوقت اللي أنا بقضيه في السفر. الوقت اللي أنا بقضيه في الكلام مع الناس. أوقات كثيرة جدا هي وقت ظلم انت بتضيعه. الوقت ده كان اولى بيه ان انت تعمل عمل رحمه لنفسك اولا او للاخرين. فابونا فلتأوس يقول ايه؟ لا يا امنا ما اقدرش اقول رهبان على الطلبه دي، لان الطلبه دي طلبه ساذجه، لان الابرار الارزنه قد تخطوا زمن التوبه بس قدموا حياتهم على مذبح الحب الالهي، علامه حب ربنا يسوع المسيح، علامه استشهاد. لا هي بتكلم ابونا فلتأوس وابونا فلتأوس بيكلمها، الاثنين بيكلمونا احنا اللي قاعدين بس بطريقه مستتره، بطريقه مهذبه، بطريقه حلوه ما فيهاش جرح للمشاعر. لا اسف امنا ايرينا عايزه توبه نقيه، تبقى حقيقيه، تبقى مرضيه، ولا ابونا فلتأوس يقصد على ان طلبه امنا ساذجه. لا احنا الساذجين اللي احنا مش عارفين حتى نطلب التوبه النقيه الحقيقيه، لان بعد التوبه النقيه الحقيقيه في استشهاد وفي حب ربنا يسوع المسيح. قدموا حياتهم على مذبح الحب الالهي، علامه حب واستشهاد للمسيح. فين احنا من علامات الحب الالهي، علامات الاستشهاد؟ وبعد شويه كده تقام لك يا ابونا فلتأوس نعمل لقمه تاكلها يا ابونا. لا مش جايين ناكل ونشرب، وكأنها رسالة لينا أنتم المنغمسون والمنهمكون في الأكل والشرب وناكل إيه، وعايزين طلبات وعايزين دليفري وعايزين نغير. غالبية الأمراض الجسدية دلوقتي ناتجة عن سوء التغذية. سوء التغذية؟ عن سوء التغذية، لأن إحنا بناكل وخلاص. وأهم حاجة إحنا ناكل لحوم وناكل كذا وناكل كذا. ولكن الناس النباتيين اللي بيبقى غالبيه اكلهم نباتي ما يتعرضوش للامراض اللي بتعرض لها الناس اللي بتاكل وخلاص. صدقوني الناس الفقراء صحتهم تكون اكثر قوه من الناس الاغنياء، لان الاكل الكثير ده ماهوش ميزه ولا هوش لذه، ده بيجيب امراض. مش محتاجين ناكل ونشرب، احنا محتاجين نقعد ونتكلم مع ربنا.